سيبيني. عاوز تموته؟ انت مجنون. خلاص شبعت والله يا عال. بتمد ايدك عليا يا اسماعيل وبتضربني على خلقتي، وقطعك حتت عشان لسانك ما يطولش يا كلب. يا جماعه اعملوا معروف، كفايه كده. استكفيت ولا عايز كمان يا ورداني؟ اقول لك اعمل ما بدالك يا عم. يعني خفت يا ابو لسان؟ انت مكروم بس لاجل بيتك وعيشك وملحك، انما انت عارف ورداني مش خواف. انا فوت في الحديد، انت عارف ان اكل النار. مش هنخلص بقى، كفايه كده، كفايه يا ناس. ده ما يصحش ابدا اللي بتعملوه ده. قولي للي جاي يطول ايده عليا. لو فتحت بوقك بعد كده الكلمه برصاصه وفي المليان، ها؟ ومالكش دي يا حظ. برضه انا استحق منك كده واكتر من كده كمان. لك حق. كفايه بقى يا ورداني، معلش عشان خاطري انا، وهي مره وعدت وجت سليمه. خايفه عليه يا لولا؟ وهي تخاف عليا انا ليه يا اسماعيل؟ انا خايفه عليك انت، وخايفه نتفضح في وسط الناس وبين الجيران اللي ما يعرفوناش ولا يعرفوا عنا حاجه، واسم الله فاكرين ان احنا ناس كويسين قوي ولنا مراكز. بدك تعملي ورداني عليا جاسوس يا لولا؟ انا اظن انا قلت لك الكلام ده قبل كده، ونبهتك تاخد بالك وبلاش اللف اللي مش جاي لك منه طيب ابدا. انا ما غلطتش اللي كنت بساله عليك. انت ليك لحد كده يا لولا؟ ملهاش ازاي يا بني ادم، دي مراتك وهي اللي تشيل همك. وحضرتك انا اللي مقاسمك في لقمة عيشك، انا دراعك اليمين يا معلمي، انا اللي حالك اليومين دول مش عاجبني ابدا. بتقول ايه؟ بيقول الحقيقه. تكونوش متفقين مع بعض عليا انتوا الاتنين؟ احنا خايفين عليك. وعمايلك اليومين دول ما تصرش عدو. قلت لك اخرس وكفايه الكلام. وما تسيبوش يفضي اللي في قلبه ليه؟ خايف يتكلم ويعرف الحقيقه يا اسماعيل. حضرته مش عاجبه عمايلي. حد يا اخي غصبك تزاملني؟ فرين يا سيدي، وبدل ما تعمل عليا ايم الدنيا قدامك واسعه. لك حق يا اسماعيل، انا اللي غلطان. في 1000 معلم غيري بيشتغلوا في الكار ده يا اخي، شوف لك واحد فيهم لقى حاجتك عليه واشتغل معاه. انا مش هكتع ولا ناقص ايد يا اسماعيل، انا طول عمري معلم واحكم على معلمين. عايز كده بقى يكون في علمك ان انا من دلوقتي سيبك اخوات يا اسماعيل. شفت غلبك ازاي؟ انت بتصدقيه يا عبيطه؟ ده تعبان وانا اللي مربيه. ولك الفضل برضه، وزي ما دخلنا مع بعض بالمعروف نخرج بالمعروف، ويا دار ما دخلك شر. يا ناس يا ناس يا ناس، حرام عليكم حرام عليكم. ده بدل ما تساعدوني، ده انا في جهنم في جهنم، دماغي هتطير يا عالم. انت ما خدتش الحقنة بالليل؟ نسيت افوت على خليل في البيت، تعبان يا ورداني، يا عيني زغللت ودماغي تقل ومش عارف اتلم على جسمي. طب تعالى اغلي الحقنة دي يا ست لولا اوام. حاضر. الحقنة اهي. مد ايدك يا اسماعيل. الحقوني يا جماعة الحقوني. ايوه اجمد امال يا ابو السباع، دلوقتي تهدى وبعد شوية تنام مرتاح 24 قراط. هي يا ورداني طمني اوي، الحقنة عملت مفعولها وراح في 60 نوم يا عم اسماعيل. حق لو ما كنتش هنا يا ورداني. يا ست لولا انا خدام، بس على الله ما تكونش لسه واخد على خاطرك. من مين؟ من اسماعيل؟ ده عمي ومعلمي ولحم كتافي من خيره، ولما يقطع فيا بالحته ما افتحش بقي ولا اقول له انت بتعمل ايه. وانت كمان ما تهونش عليه، واديك شفت. واللي اعرفه اكتر من اللي شفته، ده احنا ولاد كار، واللي بنشوفه في شغلتنا دي مش قليل. البني ادم منا بيخرج من بيته على كف عفريت، ويا رجع يا راح في طوكر. نهايته استأجز انا والبركة فيكي.
واديكي قاعدة معاه لحد ما يفوق. ما انت قاعد يا ورداني، ما هو بدري. بدري من عمرك يا ست لولا، طيبة يا أميرة يا صاحبة الفضل. طب استنى بقى لما ولع نور السلم. يا طويط الليل اللي زينا بتشوف في النور. تصبحي على خير وخلي بالك من أبو السباع. جدع طيب والله وابن حلال وحمال القاسية. انت ما هو لو ما كانش زي ما قلتي كنت قضيت عليه، انما واد ملحلح ونافع. لكن انت فقت دلوقتي ازاي وصحيت ازاي؟ ومين قالك ان كنت نايم يا لولا؟ الديب لو عينه غفلت لحظة واحدة بس يروح والف صياد يقفشوه. يعني ما كنتش نايم من حقنة السم اللي بتحطه في جتتك ده؟ من امتى الحقن كانت بتنيم جوزك المدمن يا لولا؟ ها؟ ده دور عملته فيكوا انتوا الاتنين عشان اكشفكوا. تكشفنا بتقول؟ امال واعرف هتتفقوا على ايه وتكملوا الكلام الاولاني ازاي؟ هتفضل طول عمرك شكاك يا اسماعيل؟ الخاف من صاحبك ولا تخونوش. هي وصلت للخيانة كمان؟ لا دي مش عيشة دي ابدا. ظروفي علمتنا اكون كده، صنعتي خلتنا بقى كده وهفضل كده وغصب عنك هترضى بكده. واقفلي موعد بقى. ايه اللي جرى تاني يا اسماعيل؟ دماغي يا لولا دماغي هتستحمل ايه ولا ايه؟ انتي ولا ورداني ولا البلاوي اللي انا عايش فيها ولا مصايب شغلتي ولا مين تاني يا اسماعيل؟ عايزة يتحكمي فيا اظن وتشاركيني في حياتي. اظن ده من حقي يا اسماعيل. ابعدي عني يا شيخة، سيب الواحد باللي هو فيه. اسماعيل ايه على حسن لك؟ مش عايزة تسمعي الكلام وتسكتي؟ انا ساكتة بكيفي بس يا اسماعيل، انما يوم ما الف دماغي واودي وشي الناحية التانية واغمض عنك يبقى ويلك يا اسماعيل وتبقى انتهيت يا حلو. الغيرة دي هي اللي بتحببني فيك يا لولا. الغيرة دي هي اللي هتخليني اكشف سرك واسلمك بايدي واقضي عليك. ويهون عليك يا ابو السباع يا لولا؟ اشمعنى انا هون وانداس بالرجلين يا خاين؟ تعرفي ان عمايلك دي هي اللي بتخليني احس ان اسماعيل ده حاجة مهمة قوي في حياتك، غالي قوي ما يهونش عليك تفرطي فيه. شبعت بقى من كلامك المزوق ده يا اسماعيل، الكلام اللي عامله تجارتك وسارح بيه على كل الناس يا كذاب. مهما تعملي برضه انت الغالية يا لولا. الغالية؟ من امتى الغالية دي؟ انت ياك نسيت كلامك اللي قلته، مش انا اللي هترميني في الشارع يوم ما تحب، فاكر؟ وصدقتيني لما قلت كده يا لولا؟ ما انا بقولك انك كذاب. مع الدنيا كلها انما مع لولا لا. ويا ترى ناوي على ايه يا اسماعيل؟ وشرفي. شرفك؟ اهي بانت بشاير الكدبة الكبيرة اهي. وايه تاني لسه؟ كمل حكيم، انا حافظك وعارفة وحايدك كويس. العصبية دي والحمقى وهزة الراس وضرب الارض بكعب رجلك هي دي الحاجات اللي بتخليني احس انك انت لوحدك اهم حاجة في حياة اسماعيل. انا لوحدي بس؟ لوحدك بس ومن غير شريك وشرفي. رجعنا لشرفك تاني يا اسماعيل. يا ما نفسي تتقالي كده وتهدي وتخليكي راسية وتسيبيني اتصرف في حالي لوحدي ومن سكات. ما انا سايباك يا ابو السباع، ولا عايزني اسيبك خالص يعني؟ اسماعيل ما يقدرش يعيش من غير لولا. خلصت الاسطوانة يا اسماعيل؟ لو تصدقيني. طب وشرفي؟ وشرفك اللي بتحلف بيه ده قول لي بقى ايه اللعبة الجديدة اللي انت ناوي تلعبها دلوقتي؟ يا خسارة يا خسارة، نفسي تصدقيني المرة دي بس. وشرفك. وشرفك لا مصدقك بقى من غير حلفان. خلاص يا اسماعيل هصدقك، انما بشرط تجاوب بسرعة وتقول لي حالا ومن غير ما تفكر انت سارح في ايه دلوقتي وانت بتكلمني. في المكتب. مكتب؟ مكتب ايه يا اسماعيل؟ اهو ده الشغل الجامد يا لولا، اهي دي السقطة النظيفة اللي هطب عليها. سقطة نظيفة؟ وعلى مين يا ترى؟ المرة دي شغلانة من واسع، حاجة ثابتة حاطط في دماغي انفذها، وهي لعبة انما ايه متقولة قوي
يا لولا وهتعمي عنا العيون. اظن الشقه دي يا فندم ما تتعيبش ابدا. موقع ممتاز، دور اول في وسط البلد، والعماره كلها شخصيات محترمه جدا، وحضرتك كلك نظر. وانا خلاص موافق على الايجار زي ما اتفقنا. والعقد جاهز اهو يا فندم، مدته سنه. 10 يا سيدي. دي ثقه كبيره يا اسماعيل بيه. واحنا يعني هنفتح كل يوم مكتب؟ مكتب مبارك ان شاء الله يا اسماعيل بيه. اتفضل العقد، وصاحب العماره مضى خلاص. وادي امضائي انا راخر يا سيدي، اسماعيل عبد الغفار، وادي ايجار السنه مقدم. الف شكر، واحنا في الخدمه. واستلم بقى حضرتك الشقه والمفتاح، والف مبروك. استاذن انا بقى. اتفضل يا فندم. واحنا فاضيين شويه انا وحضره الوكيل بتاعي. بكل سرور يا فندم. اصلنا منتظرين الموبيليا. امرك يا اسماعيل بيه. ورداني. ايوه يا عمي. اقفل الباب. عدم المؤاخذة يا عمي، اصل عمرك ما قلت الورداني اقفل الباب غير دلوقتي بس. ما هو احنا بنقفل الباب ده دلوقتي عشان بعد كده يبقى بالسهل علينا نفتح كل الابواب من غير طفاشات. يلا ما حاضر. تعالى بقى نرتب شغلنا لحد ما يوصل العفش. انا مش فاهم حاجة ابدا. بعدين تفهم. عدم المؤاخذة، اللي بدي اعرفه دلوقتي حكاية المكتب ده ايه بس؟ مكتب يا ورداني، مكتب يا غبي، مكتب توكيلات. توكيلات؟ توكيلات ايه؟ هنا اوضه المدير. ايه؟ مدير؟ انا يعني يا سي ورداني انا. دي هي اوضتي، وهنا السكرتير، والصاله اهي. ايه؟ ايوه انتريه لوكس خالص، وتابلوهات فخمه، واضاءه مدهشه عشان الزوار والزباين. ليه ده كله؟ ايه الداعي ليه بس؟ والاوضه اللي هناك دي عشان حضرتك يا سي ورداني. ايه؟ مكتب وتليفون وبارافان وستاير. وباب مقفول عليك عشان تتعلم فيه الفتح. اسماعيل. ايه الاوضه مش عاجباك ولا ايه؟ قولت ايه اللي مش عجباني دي؟ هي صحيح بعيده شويه، انما بيني وبينك بعدك عن الناس وخصوصا عن الزباين الجداد بفايده. يعجبك الكلام ده؟ الكلام ده يعجب اللي مش فاهم، انما اللي فاهم ما يعجبوش ابدا. ده شغل جنان اللي بتعمله ده. ايه اللي مكتب ومدير وسكرتير؟ انت فاكر احنا بنشتغل ايه؟ ما تخليها في سرك. هي كانت في سري، انما عمايلك دي هتخلي الشغل على المكشوف، وهتفتح علينا عيون الناس، واحنا طول عمرنا بنقول يا حد دارينا. عايز درع اكتر من مكتب زي ده يا ورداني، فخم ومدهش وفي قلب البلد، ونعمل فيه ايه بس؟ الف شغلانه يا اخي. اسماعيل، ده احنا وطويط يا اخويا، بنخاف من النهار، طول عمرنا بندرى من الناس، ما نعرفش سكتنا الا بعد نصاص الليالي. نقوم نيجي النهارده نفتح مكتب توكيلات زي ما بتقول. المكتب ده هو المصيادة يا عبيط، وما تسألش اكتر من كده. اسماعيل مش عبيط يا ورداني، اسماعيل ضربته ضربة معلم، وضربة المعلم ب1000، ويوم ما يفكر في حاجة يبقى عارف كويس هو راسم ايه وهيعمل ايه. اقول لك انت حر، اعمل اللي تعمله وانا برضو معاك. اهو ده الكلام. كلام فارغ وملوش سعر. اهو انت كده يا عواطف ما يعجبكيش العجب. علشان العجب ده يوافقني لازم اشوفه بعينين حضرتك، انما بعينيا انا ما يعجبنيش. اقول لك انت وكيفك. اهو ده الكلام المظبوط. بس يعني صعبان عليا حلمي ابن خالتك ده. ويصعب عليكي ليه بقى؟ صعبان عليا تاخدوا الغريبه وانت اولى بيه. انا دلوقتي يا ماما واحده موظفه، وقرشك على قرشه يبقوا قرشين، واذا حصل وقعدت من الوظيفه دي القرش الواحد يبقى يكفينا احنا الاتنين ازاي؟ وتقعدي ليه يا بنتي؟ ما انت ماشيه في وظيفتك على اهو،
وقرشينها ان كانوا دلوقتي بساط بكره تزيدي. ده في رأي حضرتك برضو. لسه ليكي رأي تاني يا عواطف؟ ده انت لسه متوظفة ما بقالكيش يا دوبك شهر. اصلي في قدامي وظيفة احسن من اللي انا فيها دي، ومن اللي كان عايز يبعتني ليها سي اسماعيل. روحيها. عايزة تعب شوية. تعب ايه يا ترى؟ عايزة شوية تمرين على المكنة. اللي يعيش يا ما يشوف. ان جيت للحق يا ماما، اللي شفته اليومين اللي خرجت اشتغلت فيهم دول له العجب صحيح. اقول لك ربنا يعدلها لك ويبسط وقتك ويرزقك بابن الحلال. بس مش حلم ابن خالتي. حلمي غيره، اللي في اسمتك هتشوفيه وبس. المهم ترتاحي وبلاش الوظايف اللي تشعلقنا فيها على الفاضي دي. انا معاكي في كل حاجة يا ماما، انما الجواز لا. ليه بس؟ ظروفنا كده، ويوم العريس ما يجي وتقولي البابا يجهز يقول منين يا ناس؟ يا ستي يبقى وقت الله يعين الله. يبقى خلاص اخد الكام درس على المكنه واقدم في الوظيفه الجديده اللي قلت لحضرتك عليها، ولو قضيت تبقى حكايتها مدهشه وعال. هي ما نفسي تلاقي لك شغله مستهديه ووظيفه مرتاحه كده زي صاحبتك سعاد. اهي بقالها كام سنه اهي لا اشتكت ولا حتى قالت بم. اصل سعاد حظها كويس يا ماما. وانتي حظك ماله يا بنتي؟ كويس برضو يا ماما. هو ربنا يا بنتي يجعله احسن واحسن. اسماعيل الايام دي ماله يا ورداني؟ يعني برد عليه. انا شايفاكم امبارح يعني الشغل واخد حده في المكتب. قول لي الحكايه اياها اللي اسماعيل كان معربن عليها من جمعه فاتت. اما دي كانت حتة ساقطة يا ست لولا. انما ما تحكيش لعدوك عليها، وفاتت زي غيرها. اصل اسماعيل ده ولد ويفوت في الحديد. لا وايه، الشغلة كانت عال قوي ومشفية وخدناها كده اهو حلواني خالص، وزي ما تقولي كلمة في حدوتة. والنصيبة بقى انه ما قاليش عليها حاجة لحد دلوقتي. مش نفذ الطلبات القديمة وجاب الهدية اياها. انت عارف انه يقدر ما ينفذش طلبات لولا. يبقى خلاص ما يهمش الكلام عن الشغل. يا ترى بيضحك ليه اسماعيل؟ لازم سمع كلامنا زي عوايده. ايوه اسماعيل واعي، ما تفوتوش حاجة ابدا. صنعتي علمتني كده، لو حاجة تفوتني مهما كانت صغيرة أضيع. طب كنت بتضحك ليه؟ ولا حاجة، أصل الجورنال فيه أخبار حادثة. حادثة؟ فين؟ في العمارة اللي جنبنا على طول كده. حادثة سرقة كبيرة قوي والدنيا مقلوبة والمباحث شغالة. الحرامي اتمسك؟ يتمسك فين يا لول؟ يظهر انك مش واخدة بالك أبدا. اسمعي حادثة سطوة على مسكن في غياب أصحابه. والحاجات اللي اتسرقت قايلين عليها؟ خد الجورنال اهو يا لولا قريه. اصلك الايام دي بدك تفتشي على المسروقات. افتش؟ زي ما بتفتشي في جيوبي تمام. انا ما ازعلش من كده، ولو اني اكره السرقه موت. ومديلك حق تمدي ايدك في جيبي وتاخدي اي فلوس، انما تاخدي الاجنده لا. اجنده؟ اجندة ايه دي يا ترى؟ اسالها يا ورداني، قول لها انه بدري عليها قوي لما تبقى حراميه شاطره زي ما هي فاكره في روحها. انت يعني قاعد تتكلم من الصبح وانا ساكته. طب اتكلمي اما اشوف بقى هتقولي ايه يا ستي. ما خدتيش الاجنده الصغيره من جيبي ده؟ يا ترى فيها ايه الاجنده اللي انت مهتم بيها قوي للدرجه دي يا سي اسماعيل؟ صحيح، اللي ما انت مهتم بالفلوس زي ما بتقول، تبقى فيها ايه الاجنده دي امال؟ اساله يا ورداني، اساله فيها ايه؟ فيها عنوان يا ست لولا. عنوان؟ سمعت يا سي ورداني؟ اجنده مكتوب فيها عنوان. عنوان؟ وفي اجنده في جيبك يا اسماعيل ومكتوب بخطك كمان؟ لا يا عم لا، في كده انا مش معاك. افرض جت الطوبه في المعطوبه وحد كده ولا كده طب وفتش. فتش مين يا جدع انت؟ الامر ما يسلمش برضه. انتوا لازم مجانين انتوا الاثنين. اصل عناوين في اجنده في جيبك لا. يا جدع انت، انا راجل صاحب اعمال، صاحب مكتب توكيلات، ليا معاملات مع الناس. هتبيع الميه في حاره السقايين يا عم ولا ايه؟ وانا خايفه عليك. قمت خدت الاجنده. ابدا ابدا. طب هاتيها يا لولا. والعنوان اللي فيها ده عنوان شغل مهم، لقطه مفيش منها اتنين. لازم حاجه من الهاي قوي قوي. بس يا خساره،
مش عايد اسماعيل، عنوان هايف في حاره صغيره. مش معقول، ده اسماعيل بتاع الضربات الجامده قوي قوي. مين عارف بقى السر اللي في الحاره ده يطلع ايه؟ بس هاتي الاجنده انت وخلي سورداني يلم لسانه ورا اخر، ده شغل انا. وما تقوليش تاني مره حواري، لانك ما تعرفيش الحواري دي بيبقى فيها ايه يا لولا. هيكون في ايه يعني العنوان اللي ضيعه مضايقك ده؟ اهو ده السر اللي مش من صالحك ابدا انك تعرفيه. هل يا خبر بفلوس؟ انما ايه رايك بقى ان ده هو الخبر اللي عمره ما هيبقى ابدا ببلاش؟ ده احنا لازم رايحين نتنغنغ اليومين دول. انت عارف وقعات اسماعيل يا ورداني. طب اديه الاجنده بقى يا ست لولا، مدام واقعه تقيله زي ما بيقول. وقع على كيف الكيف. يا ما انا خايفه لا تطب وتبقى وقعتك بفضيحه يا اسماعيل. لا اطمني. هديك الاجنده. ها اتفضل، ادي الاجنده اهي. عايز حاجه كمان؟ البدله الجديده يا ست الستات. جرى ايه يا عمي؟ بدله جديده ليه؟ رايح بالو؟ يمكن شغل الحواري الايام دي عايز كده. ما تضيعوش وقت اسماعيل يا جماعه، انا وقت بتمن وانتوا عارفين. يا ناري، لو اعرف بس حضرتك كده متعطر ومتمطر وشايف كيفك على سنجة 10 كده ورايح على فين؟ سيبوني في حالي النهارده واقعدوا بقى انتوا كده كملوا قرايه الحادثه بتاعت السرقه اللي في الجورنال. انا عارفه ايه اخبار الحوادث دي اللي شاغل لي روحك بيها اليومين دول يا عثمان. الحرامية واخبارهم يا حميدة. بعيد عن البيت واصحابه. اصل حكاية سرقة المحل اللي كنت شغال فيه يا حميدة مش مخلياني مهتم بحاجة في الدنيا غير بالاخبار اللي زي دي، وتقدري تقول انها عملت عندي عقدة يا بابا. تمام يا بنتي، تمام، عقدة، ومش هتتحل لما اسمع ان الحرامي ده وقع وودوه اللومان. طيب سيبونا بقى من حكاية اللصوص وحوادث السطو دي، احسن الواحدة بترجع من شغلها بالليل لوحدها والشوارع ضلمة وحارتنا اضلم والواحدة برضه بتخاف. والحرامية زي القطط تيجي على الريحة. وعواطف النهارده في شغله جديده ومهيتها زادت وابوها لحد دلوقتي ما بارك لهاش. اعمل ايه بقى؟ ما انتوا خدتونا في سيرة الحرامية. انت اللي بوسواس. طب بلاش والنبي بقى السيرات. احسن اللي يخاف من الحرامي يطلع له. ده مين ده كمان اللي جاي دلوقتي؟ يا ساتر يا رب. اما اقوم اشوف يا ست. لا لا لا، خليك انت يا بابا، انا هروح اشوف مين. ايوه ايوه ايوه. هو انت؟ ضيف غير مرغوب فيه، مش كده يا عواطف هانم ولا انا غلطان؟ في الواقع على العموم مهما كان الضيف ما يصحش يفضل موضوع بالشكل ده على الباب. مين يا عواطف؟ ده الاستاذ اسماعيل يا ماما. اسماعيل بيه؟ يا خبر. الظاهر انك اديتيهم عني فكره في البيت. اسماعيل مين يا حميدة؟ بعدين اقول لك يا عثمان. اهلا اهلا وسهلا اهلا. متشكر يا فندم. شايفه المقابلات؟ حد يجي له ضيف ويسيبه على الباب كده يا عواطف؟ يا ماما. لا 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 لا، مالكيش حق أبدا. ما هو اصلها زياره غير منتظره في الواقع. قولي له اتفضل يا بنتي. طيب اتفضل اتفضل يا اسماعيل بيه، اتفضل. اسبقي افتحي له اوضه الصالون المال. حاضر حاضر. اهلا اهلا وسهلا اهلا. متاسف اللي الوقت مش مناسب وارجو اني اكون ما ضايقتكوش. ابدا ابدا، اتفضل يا ابني. اتفضل يا فندم. ادخل الصالون يا ابني، اتفضل. عاجزين عن الشكر يا فندم، والتاني مرة متأسف الإزعاج يا عواطف هانم. ابدا ابدا، اتفضل هنا. تحب بقى قهوه ولا شاي؟ والله يا فندم مفيش داعي للتعب، أنا جاي في كلمة واحدة مع عواطف هانم وماشي على طول. وهو ده صح، لو النبي لازم تشرب القهوه. أمرك يا فندم، اتفضلي. ايه الحكاية دي يا حميدة؟ اسماعيل بيه يا عثمان غني خالص من اللي عندهم ابعديات. احنا ناس ساكنين في دخنون جوه حارة على قدنا، مالنا ومال بتوع الابعديات. هتفضل طول عمرك كده يا عثمان؟ وانا ما كنتش عايز اوظف البنت عشان ما اشوفش حاجات زي دي. ايوه استنى على رزقك يا عثمان. اصله اسماعيل بيه ده كان وصى على عواطف ووعدها انه هيشوف لها وظيفه كبيره قوي، والبنت اتوظفت وخلاص وبتقول انها مرتاحة في وظيفتها الجديدة. يمكن شاف لها حاجه احسن. بس يعني زيارة غريبة. يمكن ادم وادم الخير. قوم البس البدله عشان تقابله وانت بقيمتك يا عثمان. قوم امال، ده ضيف ولا كل الضيوف.
قصرت، وربما كنت اتأخرت في تنفيذ وعدي يا عواطف هانم، إنما وشرفي وشرف عيلتي. كل واحد له ظروف يا اسماعيل بيه. أصل الظروف بالنسبة ليا كانت تحتم علي إني أخدم وبإخلاص. قال له أخلي عواطف هانم تغير رأيها في إسماعيل الغول. أرجوك. الغول يا عواطف هانم له قلب. يا أستاذ إسماعيل، إن كانت هي دي المسألة الهامة اللي جاي علشانها، فاسمح لي أقول لك بكل صراحة، أنا ما عنديش وقت أسمع أكتر من اللي حضرتك قلته دلوقتي. وشرفي وشرف عيلتي، الصراحة دي هي الشيء الوحيد اللي مزود إعجابي بيكي. أستاذ إسماعيل، لاحظ إنك ضيفي، وأرجوك ما تدينيش فرصة إني أخرج على قواعد الضيافة. أقسم لك بشرفي وشرفي. لو سمحت، في حاجة تانية أحب تفهمها بكل وضوح. البيت ده مش بيتي أنا. عارف يا فندم، وعشان كده جيت. وحتى لو كان بيتي ما اسمحش أبدا أقابل فيه شاب غريب. يا عواطف هانم بشرفي وشرف العيلة أنا. ولازم تفهم أكتر إن ده بيت والدي، ووالدي راجل محافظ جدا. طبعا هو جاي. دي فرصة سعيدة جدا يا فندم. اهلا يا ابني، اتفضل. في الواقع يا فندم عارف مسألة وظيفة عواطف اللي انت وعدت انك تتوسط لها فيها. عواطف يا ابني اظن قالت لحضرتك انها توظفت خلاص ومرتاحة في شغلها. فعلا يا بابا، وده الكلام اللي كنت لسه هقوله للأستاذ إسماعيل. لكن أنا مش جاي عشان حكاية الوظيفة دي خالص يا فندم. إذن حاجة تانية. حاجة تانية خالص يا فندم. هتكون إيه الحاجة التانية دي من فضلك يا أستاذ إسماعيل؟ والله دي مسألة خاصة جدا بيني وبين والدك وبين الست الوالدة كمان. يعني أخرج من هنا؟ ده بقى إذا سمحتي. أنا قايمة، عن إذنك يا بابا. اقفلي الباب يا عواطف وابعتي والدتك أوام. عقبال عندك يا ست هدى ان شاء الله، واخدم بقلب. شفتي بقى وشي عليكي نادي ازاي؟ ودخلتك دخلة الفرح طول عمرك يا ست هدى، ولسه اسماعيل بيه نازل قدامك دلوقتي. يا ماما يا ماما، ايه لزوم الكلام ده بس؟ وهي دي حاجة تستخبى يا عواطف يا بنتي؟ اصلي ما حصلش حاجة ابدا من الكلام ده. كدابة انا يعني يا ست عواطف؟ يا ماما انا ما قلتش كده، بس ما فيش حاجة تمت. ثم انا كمان لازم يكون لي رأي. لك ايه يا ستي؟ رأي؟ لا اما قوم انا بقى. لو النبي لا انت قاعدة يا ست هدى. قال لها رأيه وبدها تتشرط. قال راجل غني ومقتدر، قطنبين وفخفخه وعقبال عدا البنت. لا ده انا لازم اسيب لك الاوضه خالص. وليه يا بنتي ما قوم انا احسن. اما حكايه البنت دي حكايه صحيح. ايوه افرحي فرفشي بني شربات. هم كده بينكسفوا، ويمكن مش عايزه حد يعرف غير لما الحكايه كلها تتم خالص، وربنا يتمم لها بخير عواطف بنت حميده ويهدي سرها يا رب، ويجعلوا من نصيبها اسماعيل ابن حواء وادم، ونيجي نهني ونشرب الشربات عن قريب ان شاء الله، وتشمري كمامك وتخدمي. احنا في ديك الساعه يا ست حميده. حبيبه يا اختي طول عمرك حبيبه. خليتك بعافيه بقى، والف مبروك يا عروسه. مع السلامه يا ست هدى. بدل ما انت قاعده تنفخي كده كنت ردي على اللي قالت لك مبروك. مبروك على ايه بس يا ماما؟ حرام عليك الكلام ده. حرام عليا اللي بكايد بيكي وبتشرف وقاعد احكي على العريس النطل اللي جالك يا ست عواطف. عريس كده من الباب للطاق لا نعرفه ولا لسه سألنا عليه. ما شاء الله. تسألي على مين يا بنت عثمان افندي اللي على المعاش؟ نسأل عن مين؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. ولا الموكوس موكوس؟ والله انا مش مرتاح لا لتصرفات اسماعيل ولا لتصرفاتكم معاه. اظن ما فيش واحد يعمل كده. خطبك وطلبك وشرط على ابوكي يروح معاه مكتب. مكتب ايه بس يا ماما؟ بيقول انه مكتب توكيلات. ايوه يا فندم، انا اسماعيل عبد الغفار مدير الشركه. لا والله المناقصه دي صرفنا عنها نظر خالص. ليه؟
دي بقى اسرار الشركة. لا لا ابدا ابدا، العطا مش كبير، العطا هايف جدا. 50,000 برضه ما يشجعوش. امرك يا فندم. ابقى اذا سمحت فوت ونتكلم ونتفق كمان. دوشة. عطب 50,000 يا ابني ومش عايزه؟ عندنا حاجات اهم من كده بكتير يا عمي. الو. ايوه يا فندم مدير الشركة. ايوه اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الفواتير يا سيدي في الجيب والله، ما تستعجلش. طيب يا سيدي، ما دام المبلغ جاهز اقول لهم في الحسابات يبعتوا الفواتير. مع السلامة. وادي مبلغ ما كانش في الحساب. ربنا يبارك ويزيد يا ابني. اي والله، ده على قدم العروسة. ان جيت للحق عواطف قدمها قدم السعد. وشرفي وشرف عيلتي يا عمي. ايه ده ايه ده؟ الو. انا مشغول شوية وحياتك، هوصلك بالوكيل اتفق معاه. اتفضل معاك الوكيل. مفيش فضا يا عمي ابدا. ربنا يكون في العون يا ابني. ومحدش بيعذر خالص، وكل حاجة لازم انا اللي اشوفها. وعشان كده استأذن انا واسيبك لشغلك ونتقابل بعدين. امرك يا عمي. لا 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 لا، رايح فين يا ابني؟ لا، هو انا هوصل حد اعز منك؟ اتفضل يا عمي. كفايه يا ابني، كفايه لحد هنا. لا والله لحد باب المكتب. اتفضل. تحياتي للهاني الكبيرة، وان شاء الله تكون حضرتك مرتاح. ان شاء الله يا ابني، وربنا يتمم بخير. اتفضل بقى. مع السلامة. مع السلامة يا عمي. الله. ايه غريبة اني دخلت اوضة المدير في غيابه. لا ابدا، بس انا كنت فاكر معاك ناس. صرفتهم كلهم ومفيش غير انا وانت في المكتب دلوقتي. واظن اللعبة اللي عملتها لك في التليفون كان تعالى قوي وشربها ومشي. الراجل اللي كان هنا ده مين؟ ده الاستاذ عثمان. انا عارف انه الاستاذ عثمان، بس مين هو الاستاذ عثمان افندي ده؟ بتسأل ليه يا ورداني؟ عدم المؤاخذة يا معلمي، اصل الاسطوانة مش عجباني وشاكك وقلبي مش مرتاح. قلبك مش مرتاح لمين يا ورداني؟ لسي عثمان اللي كان بيزورك دلوقت، وضروري اعرف حكايته تطلع ايه ده كمان. طب ما دام لوحدينا بقى في المكتب يا ورداني، انا هفضفض لك برضه. وانت طبعا يهمك ان اسماعيل يكون مبسوط. بس من ايه؟ انت فاكر عواطف بتاعت الغول؟ اهو ده ابوها. ايه؟ جاي يفتش على مكتب نسيبه ويطمن. انت هتجوز عواطف خلاص. شفت لعبة فتحان المكتب بنت اوام ازاي يا اسماعيل؟ اعمل حسابك يا اسماعيل، الجوازة دي مش ممكن تتم ابدا طول ما ورداني موجود، ولو راح فيها واحد مننا احنا الاتنين. بتقول ايه يا ورداني؟ الجوازة دي مش هتتم، واللي انا شايفه المرة دي انت ما تشوفوه. قال والله ما بقاش غيرك بده يتمريس عليا يا ورداني. يا اسماعيل انت متجوز، وست لولا مش سهل، عارفة خبيرنا كلها، واللي زينا ناس بتقول يا حدارينا وخلينا عايشين. لكن انا هتجوز عواطف، ايه رأيك؟ تبقى عاوز تفضحنا وتقتلنا قتل بعد ما اتفرج علينا الناس. وما تكونش انت اللي عايز تقتلني وتحرمني من اللي انا عايزه. ليه؟ انا رقبتي فداك، بس الجوازة دي تنساها خالص وخلينا عايشين في حالنا واخوات. بتهددني يا قد؟ انا قلت حاجة يا معلمي؟ اخوات ايه؟ واذا ما كناش هنبقى اخوات هنسحب على بعض السكاكين؟ ما حصلتش لغاية هنا يا عمي، واذا كانت تحكم شوف لك حد تاني يشتغل معاه. هي رباطية معمولة عليا، نمرة متوضبة يا ورداني، انما انا صاحي وواعي، وان رحت كده ولا كده ولا فتحت بقك بكلمة هودرك خالص. يا عم انا من دلوقتي بعيد وربنا يكفينا شرك، وما دايم غير المعروف، وان كان عليا حافر على روحي اللي هيحصل بعد كده، وسلام عليكم. تعالى هنا. رايح فين؟ اوعى ايدك، انا هخلص عليك، وبعد كده هوديك مجلس رجاله يا رنات يحكموا عليا وعليك، يشوفوا مين فينا اللي مفتري ومين اللي غلطان. يا جدعان
يا جدعان افهموني، ده عايز يخون صنعته ويبيع رجالته ويسيب مراته اللي شافت معاه المر ودايما النهارده يدور على الجواز. برضه انت اللي غلطان يا ورداني. غلطان في ايه يا معلم أشار؟ انت مالك يا اخي تتدخل في شؤون غيرك؟ بتعدل على معلمك ولا ايه؟ يا ثابت خلاص؟ ولا مفيش رجاله في ولاد الكار يتعمل لهم حساب؟ وانت يا اسماعيل؟ نعمين 10 يا معلمي. انت كمان غلطان. مقبولة يا معلمي ولو على رقبة اسماعيل. صبي زي ده زعلوك ما يستاهلش ترطون فول ويعدل عليك. اجزره جزره وخد كده ايدك، مش تطول بالك عليه وتعمل له سعر وتعبره وتقعد معاه في مجلس رجاله. ما حبيتش اجيب عليا عوار يا معلم أشار، وانت برضو عمي وعمنا كلنا، وكفايه اللي خده. هو لسه شاف حاجه سي ورداني طويل اللسان؟ انا تحت امرك يا معلم المعلمين. انت هتشوف النجوم في عز الظهر الاحمر الا كده. ده كانت تبقى حكايه اما الصبيان يرفعوا حسهم على معلمينهم. ده اسماعيل طعم بقك ومخليك بني ادم اهو. ويا ريت عاجب بالله عايز يعمل عليا اي محاضرته. واد يا نص. ايوه يا معلم أشار. الواد ورداني ده يتراقب حلو واخر تفتيح عينين، ومن هنا ما يتنقلش خطوه واحده. فاهم؟ فاهم يا عمي. لا ليل ولا نهار، 3 اشهر مقطوع هنا من غير شغل. اشحت يعني يا معلم أشار. حكم ومجلس رجاله. هو يعني بلاش كلمه ثالثه والشكل هيتقلع من رجلي وهيدوب على دماغ البعيد. وبقى اتكلم بقى. سكت يا عمي، سكت خلاص. وانت يا ده نص؟ امرك يا معلمي. اعمل حسابك من دلوقتي انت مع اسماعيل. واجب يا معلمي، انا خدام اسماعيل. النص في عينيا الاتنين يا عمي وانا عارفه ملحلح. نار على زيت حار وتربية ايد عمك. ولولا غلاوتك ما كنتش افرط فيه. وانا محسوب وسط ضحيتك الليلة شغلة مشفية قوي، سقطة من اياهم المليانين. وغلاوتك عندي زيها في السنة بحالها ما في الشغلتين. خيرك علينا يا معلم أشار. الشغلة من الأول كانت لعمك وأنا سداد يا عمي. أنا برضو قلت يعني أهديك بيها، والمصلحة واحدة برضو، أنت ولي الطاوع وقلبك أبيض. وحديلك العنوان دلوقتي حالا، ولما يحصل المرام وتم المعلوم يوصل لحد هنا في قهوة المشيخة وفي ستر وسلام. ملحلح وتعجبني وقلبك حامي يا واد. تربية ايدك يا عمي. هات شيشة دوبل اسماعيل ده بوحله. ده كفاية يا عمي. امال يعني الدردش كده من غير التنباك؟ اسمع. ايوه. والواد النص قدامك اهو. ايوه. واد العنوان فيلا الهنا شارع. ما تخليها في سرك احسن حد يسمع. عيب يا اسماعيل، حد يقدر يعتب على المعلمانية رجله تنقطع. عارف انت هتقول لي. وانت ده ورداني اضطر بقى. حاضر يا عمي. اسمع. ايوه. ممون على الحديدة وحياتك يا معلم المعلمين. طب مد ايدك. مد. لو غلاوتك يا معلم أشار. خد دور يا ورداني لحد ما توفي المدة وتشوف لك باب رزق من اول وجديد. تشكر والله يا معلم اسماعيل. على كل حال احنا برضو مسيرنا لبعض. لا الدحلابة دي كانت زمان عشان تبطل كل كلمة تعرضني فيها وعايز تقف في سكتي كمان. انت برضو معلمي وانا مهما اكون خدام. لا خدام ولا شيال، خلاص يا ورداني. ويستاهل اللي يجرى عليه. ويكون في علمك يا معلم أشار، لو شفته في سكة ولا سيرتي جت على طرف لسانه. عيب يا اسماعيل، واحنا رحنا فين امال؟ الامر لله، معلش يا زهر. قرب النعمة يا مفتري. هو في حد في ولاد الكار كلهم زي اسماعيل؟ ضربته ب1000 وسرحة واحدة معاه تكفيك سنة وانت مرتاح. استاذن يا عم بقى. يلا يا نص. خدام. مستنظرك يا اسماعيل. رقبتي يا معلم من غير ما يكون في شغل كمان.
الشغل اليومين دول يعني خفيف خفيف يا لول، انما ايه بقى، حاجه لوز اللوز. ادعي لنا تيجي سليمه الليله والواحد يرجع مجبور ويدي المعلم قشاط حقه. قشاط؟ ايه اللي وداك عند قشاط تاني؟ الصنعه يا لول. ما قلت انك هتبعد عن الاصناف دي يا اسماعيل. طول ما انا بطبل وهو بيزمر مش هنستغنى ابدا عن بعض. بس انت في سكه وهو في سكه، اهو كله طريق واحد يا لول وكلنا ماشيين فيه. الكبير بيساوي الصغير، وده بيتعشى وده بيتغدى برضه. والمرسى عند المعلم قشاط. وكان لزومه ايه بقى فتح المكتب؟ بس مصاريف. دي مظاهر يا لول، رماد بنرميه في عينين الناس. عايز الفخفاخه دي والعربيه ومفيش مركز ولا مكتب، برضه الناس تتكلم. وورداني يعني مش شايفاه اليومين دول. ورداني استغنى يا ستي. استغنى عنك انت؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ اوصاني زي كل الصبيان. لكن ما قلتش راح فين صحيح؟ راح في داهيه يا ستي. ايه؟ ما تتخضيش قوي كده يا ستي لولا. اصل كلمة داهية دي بعد عنك ترعب يا اسماعيل. داهية يا ساتر. طيب يا ستي اطمني على سيل ورداني، غايب 3 اشهر عند المعلم قشاط تحت المراقبة. صدقني بقى انا مش مرتاحة لرجعتك تاني عند قشاط وقهوة قشاط. اي شغلة وتفوت. وحاجة تانية يا اسماعيل. ايه تاني يا ستي؟ الليلة دي حاسة اني متضايقة وعايزة تخرجي. بقالي مدة ما شفتش جماعتنا. بس يا خسارة الليلة والسباع مشغول. طيب اخرج انا. لولا انت عارفة ان الخروج عندي ممنوع. لكن ما لكنش ولا حاجة يا اسماعيل، ده حرام. ده امر، وانا مش حرام ارمي نفسي كل ليلة في جهنم وعايزاني بعد كده ارجع ما الاقيش حد في البيت. يعني غالية عليك قوي يا اسماعيل. لولا امال بتوع الحارة اياها بيعملوا ايه كده؟ اتاريك بتسألي على الورداني بيه. ورداني مالوش دعوة. انا هعرف شغل معاه، هقطع لسانه، بس اما ارجع الليلة من الشغل انا اريحها دلوقتي. اخويا اسماعيل اديله ليلتين اهو ما حدش شاف له وش. هي عوايده ولا هيشتريها؟ قصدك تقول ايه يا ورداني؟ انا ولا حاجه يا معلمي، بس اصل اسماعيل مشاغله كتير قوي، وهيفضل ايه ولا الايه؟ معذور. لم لسانك يا ورداني، اسماعيل راجل وانا اللي مربيه. وطول عمرك ما ربيت الا رجاله يا معلم قشاط. سلام قولا من رب الرحيم. انت جيت ازاي؟ قاعد بعيد عنك من الصبح. وانت اللي كنت قاعد هناك ولابس درويش. وانا وسورداني الفالح اللي طول عمره زميلك ما نعرفكش. لو حد يعرفني ما بقاش اسماعيل. وعملت ايه؟ سابع يا عمي، شغلة تقيلة قوي وما طولتش في ايد ابنك الصغير. وادي المعلوم. ايه ده كله ده؟ ده عكمة جامدة قوي. 40 60 100 كله من خيرك يا معلم. ومادام رجعنا مبسوطين الكل لازم يزقططه، وسورداني كمان. امر مستغني يا اسماعيل. خد طول لسانك بيهم حبتين يا خاين يا فتان. انا ما قلتش حاجه. نهايته لو كنت فضيلك يا ورداني كنت علمتك تاني مره تلم لسانك ازاي. المسامح كريم يا ابني. معلش، ومش بقولها غلب يا ورداني، لا، انما مسير الوشوش تتقابل وساعتها هتندم اخر ندم يا حظ. مش تفهمني ايه الحكايه بس؟ انت عارف وانا عارف يا ورداني، واحسن لك تروح من قدامي دلوقتي احسن بعدين اغلط وانا مش فضيلك. روح اضطر يا ورداني. حاضر يا عمي حاضر. لكن ما قلتليش يا اسماعيل النص فين امال؟ وصل مشوار يا معلمي. وانت هتلحقه؟ لا، هو في طريقه وانا الليله في طريق. ازاي ده؟ هتشتغل الليله من غير هجان؟ الليله ليله يا معلم قشاط. الليله ايه يا ترى؟ الليله هي الليله الكبيره يا معلم. الليله هي الليله الكبيره
الكبيرة يا معلم. جرايه يا اسماعيل، ما تفهمني يا اخويا امال. لازم سهرة صباحي. جزيك يا اسماعيل، الليلة الكبيرة. ما خبيش عليك، اصله ميعاد مهم مع نسايب الجداد. انت هتتجوز يا اسماعيل؟ اعمل ايه بقى يا عمي؟ اسم والعروسة عارفة انك لا لا لا، اكفي على الخبر مجور وحياتك. اللي ما كانت راضيه بابو السباع وهو عامل من الزواج تبقى ترضى بيه وهو على كده بقى. لازم العروسة يعني حاجة كده بخاطرك بقى تحل من على حبل المشنقة وحياتك. نور في طبق بنور ومسقي بالورد الاحمر. تبارك الخلاق، عواطف وكلها عواطف. قادر. واصلها حكايه أليمة. غراميات يعني. غراميات مع عواطف والخناقات. صحيح، ده ما كدبش بقى اللي قال ما محبة الا بعد عداوة. بس ربنا يكفينا شر العين. وعلى الله الجماعة القدام بقى يا عم ما ياخدوش خبر. اي والله ادعي لي بقى انه يجيني خبرهم عشان اطمن وارتاح واقول والله هتشوف لك يومين يا اسماعيل. ايوه هو بعينه اسماعيل. اسماعيل مرة واحدة؟ حق دي حاجة تجنن صحيح. اللي حصل يا ستي انه جه حسب وعده وخطبني وخد بابا معاه مكتبه وعرفه بنفسه ووراه اعماله، وطبعا وافقتم على طول. وهنحدد ليلة الجواز عن قريب ان شاء الله. ولا وظيفة بقى ولا دوشة شغل وتعب وصحيان بدري. وظيفة ايه بقى يا سعاد؟ اسماعيل غير قوي، ولو يقدر ما يخلينيش قعدت بره باب البيت. صدقيني حكاية جوازك من اسماعيل دي اخر حاجة كنت افكر انها تحصل. عشان غني؟ لا ابدا. عشان غول، فاكرة؟ كان يوم ومعرفة خير. انما بيني وبينك، فاكرة انا قلتلك عليه ايه اول يوم شفناه؟ شاب طيب، رغم انك عملتيه وحش. والظاهر لو ما كنتيش عملت كده ما كانش طب وجه بنفسه لحد هنا. جايز جدا. لا ده الف مبروك قوي، عروسها قمر وعريس. الا نسيبك، الحكايه مش حكايه شكل ومنظر، المهم القلب. واسماعيل كويس قوي والعرش قوي يا سعاد، والفلوس عنده ملهاش اي حساب. تصوري اما يخرج معايا انا والجماعه مشوار صغير بس يصرف له يمكن فوق 10 جنيه ويمكن اكتر. لا ما هو باين اهو. وانت شفت ايه؟ ده جايب لي حاجات وهدايا متهيألي ان مفيش عروسه شافت زيها ابدا. تعرفي انا نفسي اشوفه وافكره باول يوم. طب خليكي قاعده، ده زمانه جاي. اصل اتاخرت ومريت بس عشان اطمن عليك. والنبي تقعد. معلش المره دي عواطف، ولما اسماعيل يجي ابقي سلمي لي عليه. متأسف جدا اللي اتأخرت يا توفى. لا أنا زعلانة قوي. غصب عني والله. أعمل إيه بس؟ شغل ودوشة ومواعيد ومقابلات ناس، ولحد ما كنت جاي وحياتك كان ورايا عشان جدت عملية جديدة في شغلنا، وجه عمل مفاجئ. وانت جاي هنا كمان؟ لا. تعملي إيه في اسمتك يا توفى؟ هتتجوزي راجل أعمال مسكين، شغله كله مطاردات ومشاكل ووقته مش ملكه، وفي ايديه مصالح ناس كتير. لا يا سيدي، شغلك ده ومصالح العملاء بتوعك لازم تنظمهم من دلوقتي، وضروري تعرف ان ليا جزء من وقتك وجزء كبير كمان. امال دي حقوقه لازم تعرفها من دلوقتي. تفتكري ان اسماعيل يقدر يخالف؟ وتاني مرة عواطف ما تنسبش كده وتقعد وحدها تعد الوقت وتقول دلوقتي جاي كمان شوية جاي. المهم اسماعيل جه وهو معاكي دلوقتي يا عواطف. بعد ايه؟ بعد نص عمرك ما راح؟ نص عمري مرة واحدة؟ يمكن اكتر كمان. يفوتني نص عمري وعواطف موجودة؟ لا اظن مش معقول. ده انا لقيت هنا عمري اللي راح، وانتي يا عواطف عمر السعيد. من يوم ما عرفتك نسيت العالم واللي فيه.
انت بالنسبه لي النور. لا يا اسماعيل، كلامك ده ولا كلام اللي بيكتبوا روايات. احنا فعلا بنكتب روايه يا عواطف، روايه العمر. وعشان كده قلت لك ان نص عمرك راح برضه، لان بطله مهمه جدا في روايتنا دي كانت هنا دلوقتي، وكان نفسها تشوفك وتسلم عليك. مين دي يا ترى؟ فكر بقى، انت مش بتكتب روايه زي ما بتقول؟ ده فعلا، بس احيانا الروايه بتحصل فيها مفاجآت. زي ايه مثلا؟ عزول يطب. لا 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 لا، اللي كانت هنا مش عزول، صديقه غاليه وبتعزك وفضلت منتظراك، ولما اتضايقت قالت الفرص جايه كتير وابقي سلمي لي عليه. اعرفها انا يعني؟ الا تعرفها؟ ده انت تعرفها قبل مني انا. لازم سؤال. شفت بقى، عرفتها اوام ازاي. هو فعلا ضاعت مني فرصه لطيفه وجزء من عمري، عوضته لما شفتك، ورغم كده كان نفسي اشوف سعاد طيبه ولطيفه، وفي اول يوم شفنا بعض عملتني بذوق. هي فعلا كان نفسها تفكرك باليوم ده. ايه يا سلام على الايام الحلوه يا عواطف وناسها الطيبين. ايوه ذكريات. ايه ده كله؟ ما شاء الله، شعريه وخيال وذكريات. ده زاد الحياه يا عواطف. لا لا لا، ده انت النهارده مش اسماعيل ابدا. ايه اللي حصل؟ مدام معاكي ما تسالينيش. حيلك ايه ده؟ انت هتقعد ولا ايه؟ امال هنروح فين؟ اصل جماعه قرايبي هنا وبابا وماما معاهم جوه، ومشتاقين يا سيدي يعرفوا نسيبهم الجديد. يبقى نقوم ونسلم ونتعرف وامرنا لله. اعزنهم الناس اللي دوشينك طول النهار وبيشتغلوا معاك. لا لا لا، اعوذ بالله يا عواطف. من ايه يا ترى؟ من شغلتي ومفاجاتها. والناس اللي بيشتغلوا معايا فيها دول مش ناس ابدا يا طوفه، دول ربنا يكفيكي شرهم، شياطين. اسمع يا ورداني، عايز مني ايه؟ ولا حاجة. ترجع مطرحك في ستر وسلام كده، ومن سكات، وما نسمعش حسنا للناس يا عم. هما بيتناروا ليه يا اخويا الجماعة دول؟ نص انت شرفت يا معلم بالصبح. طب تعالى استلم ورديتك، وخلي بالك من الطير اللي كان بيشاور عقله وعاوز يهج وودينا في حسبيس. ورداني راسي وعاقل وما يعملهاش، وبيني وبينك يعني هيروح فين؟ قول له يا سيدي عشان يطمن حضرته. تعالى بينا يا ورداني، تعالى. وانا خالي المسؤولية يا عم. سيجارة يا ورداني؟ لسه رميها يا سيدي عفر، يعني حد هيحاسبك؟ خد، ده احنا اخوات وحبايب، ودي عشرة العمر يا ابو زمل يا امير. جاي منين امال؟ في الحقيقة المعلم وشاط كان عايز اسماعيل. ما كانوا لسه مع بعض بيتقاسموا لها في الخبط وقام. بيني وبينك الظاهر ان فهلاوة اسماعيل جر طريق صاحبك وشاط، ولقاها كسب له انه يبيع له الشغلة وياخد عرقه على الجاهز، وعشان كده تو ما طبيت قال لي طير ورا اسماعيل. ولحقته بالعافية. يا سلام لو تشوفه بعد ما قلع عدة الشغل اللي كان متخفي فيها. انت هتقول لي على اسماعيل؟ وايه سايق عربيته وياها، يمين بالله يا شيخ، فشر ولاد الزواج. العز بهدالة برضه يا ورداني. ورضي يرجع معاك؟ ومين يا عم اللي يرضى؟ ده ابو كيفه، وهي كلمة واحدة، مفيش شغل يعني مفيش شغل. حتى لو كان في الشغلة دي ألوفات. الظاهر ان الميعاد اللي كان متوضب له اهم قوي. ميعاد ايه يا ترى اللي شاغلك ده والسباق؟ بيقول انه رايح يقابل نسايبه الجداد، وباين عليه واقع لشوشته. بقى كده نسايبه الجداد. سيجارة؟ كفاية يا سيدي عفر. ورد عفرة اللي احنا فيها دي يا نص نهايته. انت قاعد ولا؟ هروح فين يعني؟ ما قلت لك اسماعيل الليلة مع العروسة. ناس في سكتة وناس في هرية ونكتة. نهايته روق. هتروق وتحلى عن قريب. الله، على فين؟ هاخد لي تعسيلة تحت التكعيبة الأخرانية وسيبني نايم وحياتك يا نص، ما تصحنيش. نوم العوافة وردان، وتصبح على خير.
ايوه خبط وانا افتح لك عشان تدخل دخلتك اياها وبعد جمعتين غياب. يعني ساكت. طب اجي لك انا يا سي اسماعيل. ده انا مش اسماعيل يا ست لولا. ورداني، هو مشغلك هجام الليله على بيته ومراته ولا ايه؟ يا ست لولا. ست لولا ست لولا، هو خلاك تسبقه ليه؟ انا جاي لوحدي من غير اسماعيل. وازاي قدرت تخش عليا البيت بالشكل ده وتفتح الباب بالطفاشه؟ انت اتجننت؟ لا عقلت وجاي اقول لغيري يفوق. ورداني اثر في كلامك وفهمني مره واحده كده، بدك تقول ايه؟ بدي اقول لك صحصاحي حبتين وخدي بالك. بقى حضرتك جاي دلوقتي وداخل عليا بيتي بالطريقه اللي دخلت بيها دي عشان تقول لي الكلمتين الهايفين دول؟ لا، ده انا صحيالك قوي واخده بالي منك قوي، وما تفتكرش ان اسماعيل مش موجود. اسماعيل مين بقى؟ ربنا يعوض عليكي فيه. اتمسك اسماعيل، وقع يا ورداني خلاص. اسماعيل وقع، انما في واحده غيرك انتي. يا سيدي وقع كم وحايد، حاجه مش جديده علي. وقعت المره دي كوم والوقعات القديمه كلها كوم. المره دي ضره. ضره يا ست لولا. بتقول ايه؟ ضره؟ ايوه ضره. امال انا تعب روحي وجايلك دلوقتي ليه؟ هو اسماعيل اتجوز يا ورداني؟ على وش جواز. اتاريه بقاله جمعتين محدش شاف له وش. والله عالي يا ابو السباع. بقى هتتجوز. لا وايه؟ اليومين اللي فاتوا دول الزهر كان مزهزه معاه قوي والحظ اداله جامد وطب طبتين مريشين، وزمانه دلوقتي ما هم نغنغ نسايبه الجداد والست العروسه الجديده. بقى الحكايه كده يا اسماعيل، وحضرتي ولا انا هنا قاعده لا بيا ولا عليا ولا داريه بلف التعابين، وبقول اهو بيلف يلف لفته ويرجع. يرجع فين يا ست؟ ما راح خلاص، وصاحب العوض موجود وملي احبابه. يا اخي ولو اسماعيل ده اللي بتعملوا له حساب في ايدي انا زي الكتكوت. انا غمضت صحيح وياما فوتت كتير، انما كنت واعي قوي، وياما سيبت انما الحبل لسه في ايدي، وشده واحده وهجيبه على مشمه، ويا روحي ما بعدك روح. انت فاكر ان اسماعيل يقدر يفلفص؟ ده انت طيبه قوي يا ست لولا. يفلفص مين ويتمسك مين؟ اسماعيل ده زيبق، يوم ما تفتكر انه في ايدك يكون راح يا ورداني. ادي احنا قاعدين نتكلم دلوقتي وشاغلين روحنا واسماعيل ولا هو هنا، وزمانه دلوقتي هايص مع العروسه وعامل ابو عالي في وسط نسايبه الجداد. انا خلاص حلفت بعواطف. الغرابة انت يا اسماعيل يا ابني لك تحكمات. انتوا عايزين تكسروا لي اليمين ولا ايه؟ ده انا حالف بعواطف يا جماعه. يا سلام يا اسماعيل. لا سلام يا ستي ولا كلام. ما هو يا ابني رأيين يغلبوا رأي. الظاهر انكم ما تعرفوش عواطف غالية عندي قد ايه. يعني مصمم؟ ده انا مصمم وبالثلث، وكلكم الليلة معزومين يا ابني، والضيوف اللي عندنا دول خليها الوقت تاني، وهي باقية والايام جاية كتير. قلت كلكم معزومين يعني كلكم معزومين، وان كان في حد تاني هاتوه. والنبي ما في احسن من قعدة البيت. انا قلت بره يعني السهرة بره. ولزومه ايه بس التكاليف والغرامات؟ من جنيه ل1000. هو انا في ديك الساعة اما اكبر بيكي قصاد اهلك يا توفة ويعرفوا انك خدت راجل ذو حيثية ومركز كبير؟ طيب اقول لك حاجة تانية. لا تانية ولا تاسعة، خارجين كلنا يعني خارجين كلنا، وتفضلوا بقى انتوا البسوا. يلا امال ايه الامر لله. يلا يا حميدة عشان اسماعيل ما يزعلش. وعقبال ما تلبسوا هسبقوا كان على العربية تحت. هنروح فين بس يا اسماعيل؟ اي محل من المحلات الكبار، مسرح، سينما، مطعم، اي حاجة تبسط ضيوفكم بس. خلاص مادام عايز كده انت حر. المهم انت يا توفة، عايزك تكوني مبسوطة باستمرار. عايزني اقول لك اكتر من اللي قلته لك يا اسماعيل. انت انا ايه يا توفة؟ مش قايله حاجة وما تبقاش طماع. دي طبيعة الانسان يا عواطف، مهما تديه عايز اكتر. انت مش قلت انك هتسبق تحت ولا عايز تعطلنا؟ لا 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 انا سابق اهو. ويلا قوام بقى حصلوني كلكم على طول، دي هتبقى سهرة مدهشة وليلة من الليالي اللي مش ممكن هتتنسي ابدا.
يا ناري. ما تاخذنيش اللي ضايقتك يا ست لولا، انما العشرة لها حق، وده عيش وملح، وحرام اعرف وما اقولكيش. بقى سهران الليلة اسماعيل مع نسايبه الجداد. اقل منها؟ الفلوس بتعمي والقرش كتر معاها اليومين دول. طيب انا هوريه. الله، على فين؟ هعكنن عليه مطرح ما يكون، ان شاء الله يكون في 7 أرض، وانا عارفه ده خنيقه كويس، وهخرج الف عليه الليله وحلاقيه وخليه يخرج بقى يسهر مع العروسه وينسى اللي قاعده مستنيه في البيت. وانا يعني كفايه انت لحد هنا يا ورداني، وجميلك وصل وكتر الف خيرك. عدم المؤاخذه يا ست لولا، انا كان نفسي اكون معاك، انما معذور ومتراقب، وده حكم معلمين. خليك انت بعيد يا ورداني، اسماعيل وحش وانا عارفاه، وبرضه مسير الحي يتلاقى. شايلك لعوزه يا ورداني، ومع السلامه انت بقى. ولا من شاف ولا من دري، وسرك في بير، وسيبني بقى انا اتصرف مع اسماعيل. لولا قده قدود ودبور زن على خراب عيشه. بقى كده تعملها يا ابو السباع. ضره ليا انا اللي مداريه عليك، معلش. انما اقول ايه؟ والله وقعت في شر اعمالك يا اسماعيل. وشرفي وشرف عيلتي مصدقاك يا اسماعيل. من غير ما اكمل كلامي، يا سلام على التفاهم الجميل والتجاوب المدهش. اهي دي هي السعاده اللي الناس بتتمناها في الاحلام، مش في الحقيقه اللي انا شايفها قدامي هنا. كفايه اسمع لهجتك يا عواطف وبس. ربنا يا ابني يسعد اوقاتكم ويكفيكم شر العين وشر الناس. برضون اسماعيل بيه. خير يا مخال؟ كله خير يا فندم، بس في واحد تليفون مهم عشان حضرتك. تليفون؟ يا ترى مين يا اسماعيل؟ مش عارف والله يا عواطف. لازم المكتب يا ابني. ولا حد من الموظفين. هم مش عارفين انك دايما بتيجي المطعم ده؟ ايوه. وحتى في فسحتك يا اسماعيل المكتب ومشاغله وراك. اديك شفت يا توفى. الله يكون في عونك يا ابني. قوم يا ابني شوفهم عايزين ايه، يمكن تكون حاجه مهمه ولا شغل متعطل في عمليه من العمليات. بس اوام يا اسماعيل وقول لهم تاني مره ما يعملوهاش. الو، مين؟ معذور، هتفتكر مين ولا مين؟ انتي عايزه ايه دلوقتي؟ ظرف مش مناسب مش كده؟ اتكلمي، عايزه ايه؟ هدي اخلاق بس. يا سلام ما كنتش عصبي كده يا اسماعيل بيه. لا انا مش فاضيلك دلوقتي. وانا بقول لك تعالى دلوقتي حالا، وزع الجماعه اللي معاك. انا ما معيش حد. تحب اجيب نفسي لحد عندك واوريك؟ انا عارفه مين اللي معاك. يا لولا عقالي، هنتفاهم بعدين. اذا ما رجعتش البيت حالا هكون عندك بعد دقيقتين. الو. ضروري اتصرف بسرعه مع عواطف الضيوف، ولازم اروح لها اوامر المجنونه دي. شرفت يا اسماعيل بيه. الجري ورايا في السكك يا لولا ما احبوش. انا من امتى بجري وراك؟ من ساعه ما دخل دماغك الوسواس اللي انا عارفه كويس قوي. الظاهر انك نسيت تفوت على خليل النهارده عشان تاخد حقنة كل يوم. الحقنة خدتها ساعة ما سمعت صوتك في التليفون يا لولا. واتبنجت؟ لا، فقت وقلت اقصر الشر واقوم اروح اشوف ايه الحكاية. يعني هربت زي عوايدك وخفت اجيلك هناك؟ انا ما هربتش، انا وفرت عليك البهدلة قدام الناس لو كنت جيتي. الناس ولا العروسة يا ابو السباع؟ لو كنت عاقلة كنت خليتي جيتي تشوفيها حلوة قد ايه. يا ريت حلاوتها نصفتها، الا مسكينة اتغشت في مظهرك ومش عارفة صنعت حضرتك ايه يا حضرة اللص. اخرسي. ايه صحيح، صنعة ما تشرفش. الصبر له اخر يا لولا، والزمي حدك وخلينا حبايب احسن. بقى بعد اللي عملته ده كله
لسه عاوزنا نبقى حبايب؟ انا لحد دلوقتي باقيك يا لولا، وما دام انا ما فرطتش عيب تفرطي في جوزك اللي لسه حاطك في عينيه. وجوزي فرط فيا ليه؟ اسمه ونصيب. تبقى تستاهل بعد كده اللي يجرى عليك. بتهدديني يا لولا؟ انا مش بهدد يا اسماعيل، انا ههدك خالص، هقضي عليك، وانا لولا وانت اسماعيل. انا مش هتكلم معاكي، لا انا عارف الريح دي جات لي منين، واللي وصل لك الكلام ده انا هربيه. الدنيا كلها في ضفرك يا معلمي. تعال هنا بعيد عن الخل. اقعد امال. مالك؟ ولا سمح الله حصل حاجه تستوجب ده كله؟ دي حكايه هايفه قوي. اسماعيل ما يتهزش ابدا يا نص، انا ضربتي والقبر، انما اقف قدام لولا مراتي يعني واحده ست عيب. ليك حق يا عم. والتاني راخر فاكر ان مقامة هذا لما اقف قصاده هو كمان، ده معاش ولو كان وراه 2000. بس لو تهدى اخلاقك وتفهمني هو مين؟ ما انتش عارف يعني سي ورداني الجدع قاعد هنا ليل ونهار زي ما حكم المعلم قشاط وما اتنقلش خطوه واحده. ما تبقاش عبيط يا نص، ورداني صبي وانا مربيه، والعمل دلوقتي تندهله حالا، بس الفراسه ما يعرفش اني موجود. ورداني اما اشوفه يمكن نايم تحت التكعيبه. ورداني يا ورداني. نص الله، ده ما اسموش كلام ده، انا مش قايل لك ما تصحنيش. طب يا اخي اما انت عندك من بدري وسامعني قاعد اهاتي وبندهلك، رد لله. ورد ليه يا سيدي اذا كنت نايم؟ تعبان يا ناس، متضايق، مش كفايه وقف الحال اللي احنا فيه ده، لا شغل عايزيننا نشتغل ولا حتى نوم عايزيننا ننام. خلصت اللي عندك؟ طب تعالى بقى. مش جاي يا نص، سمعت؟ مش جاي. اسمع الكلام يا ورداني وتعالى. تعال والله. هي حصلت لحد النص الاخر، عايز تعمل معلم انت كمان يا نص؟ تعال احسن لك يا ورداني. وخالفت الاوامر يا سنص. هجيلك انا واجرك على خلقتك. وتتعب روحك وتيجي لحد عندي ليه يا سي اسماعيل؟ واحنا قد المقام؟ انا جاي اهو، انما مش خوف. هو اللي زيك يخاف؟ رباية ايدك يا معلمي. بس يا خساره الربايه ما تمرتش. هما اللي باقيين روحهم زي حالاتنا بيبقوا على حد، ده احنا بنخطف في لحم بعض، والشاطر اللي يهرب يا اسماعيل. يعني انت اللي عملتها؟ العمايل كتير بس القادر مش اللي حاكمين عليه المعلمين. عينيك في عينيا يا وردان. قوي. اتفضل اهو. بيجح. الله. عيب يا ورداني. لك حق يا عم النص، لازم التحية للعيش والملح برضه، وده واجب. ورداني ملوش داعي يا عم، برضه خلينا معاه. هاتوها بالمفتشر بقى وقولوا عايزين ايه. عملت ايه الليله؟ اتقلق نومي من ساعة ما حضرتك شرفت. يعني ما رحتش هنا ولا هنا؟ كان يبقى عيب على المعلم النص اللي سادد عليا طريق الرحمة. يعني ما اتنقلتش من هنا يا ورداني ورحت كده ولا كده وفكيت على روحك بكلمتين مع جماعة؟ في الحلم جايز رحت واتكلمت، انما في العلم ادينا اهو في مرباط اللي حكمتم عليا بيه هنا تحت التكعيبة دي. بسمع، المرة دي سبكتها وانطلت عليهم هنا، وهتقول روحك هي فاتت، انما حسك عينك تعملها يا ورداني. ايه هي دي؟ بقول له انت بقى يا نص، فهموا ان اسماعيل بيفوت مرة واتنين، انما الردية ما ينساهاش. امرك يا عمي، وانا من هنا ورايح اتصرف معاه. هي رباطية يا جدعان. رباطية رجالة يا ورداني، مش رباطية غدر يا راجل يا عترة، يعني ما قدرتش على الراجل اللي زيك قمت رحت تسلط عليه واحدة ست. هي حصلت الستات؟ ست لولا يا قايم يا ابو وشين. مش عيب يا ورداني؟ يا ناس احلف لكم. ما تحلفش، انا برضو المرة دي اشتريتك ولك الشكر وبقيت على عشرة. معلم وقادر وسيد الرجالة، مش صابي هالفوت. ما تخلونيش اغلط يا جدعان، عيب. انت غلطت مرة و10 مرات يا ورداني وانا برضو استحملت، انما اللي عملته الليلة اذا اتكرر تاني وجبت سيرة جوازي ولا اتكلمت عن اهل مراتي الجديدة لحد اي حد، قول على روحك يا رحمن يا رحيم. والله خفت انا كده. انت عارف كويس قوي
ان اسماعيل يخوف قبيله ويرعب بلد، وانا مربيك على الخوف. ومن خاف سلم عبيط والعمر مش بعزاء. انا مستغني عن روحي خلاص. ما تركبش راسك، دي مش شطاره برضه يا عبيط. اعمل لكم ايه بس؟ ما حدش راضي يصدقني. اشتري اسماعيل احسن لك تكسب راجل ينفعك، وهو برضه بقالك، وسيبك من الحاجات دي. يا عم نص، انا ما قلتش حاجه. طب قوم بس، قوم بوس دماغ المعلم، قوم امال. وهو انا متاخر ولا اقدر اتاخر؟ لا وحياتك، ده انا خدام اسماعيل. يلا امال قوم بوس دماغه. يا سلام يا معلم نص، ورجله وحياتك، ده انا لحم كتافي من خير ابو السباع، وادي دماغه اهي وايده كمان. خلاص انا في ديك الساعه ده انا بس عايز رضاك. يا عم الله يكفيك شري ويكفيني شرك، والحد هنا وبرضه حبايب، وانا اقل من المحسوب. يعني صافى لبن. عيب يا نص، ده انا راجل نواره وعتره قوي واخر مجدعه بصحيح، والعيش والملح لهم حق كمان. والطيبه ورداني برضه ما تتنسيش. قال إن كنتوا نسيتوا اللي جرى. انسى انا؟ لا وحياتك، وبإثبتي حياتك عندي قد ايه يا ست لولا؟ اهو كلام يا ورداني. كلامهم هم انما كلامي انا لا. الا انسى دي كمان. انسى ايه هناك؟ ولا افتكر له ايه؟ طيب اسماعيل تطويلة ايده عليه هيدفع تمنها غالي قوي، وهفكره بكل ده يوم مرميه واقف اضحك عليه العريس اللي باع الدنيا واشترى عواطف. ده ما باعهاش كلامه بس، ده دفع التمن ودفعه غالي قوي، وتحويشة العمر هوت يا ريت دي طارت كلها، والعوض على الله بقى يا ست لولا. ازاي يا ورداني؟ زي ما بقول لك يا ست لولا، الخميرة طارت كلها في العزايم والكرايم والهدايا اللي قاعد يحملها ويوديها للست العروسة اللي كانت خارجة تدور على شغلانة على قد الحال ب5-6 جنيه، واتفتح لها النهاردة كنز. بس يا خسارة صفصف واللي فيه راح. ما تطببش قلبي على قرشين امال يا ورداني. انت عارفة كلام ورداني ما ينزلش الارض ابدا، وانت عارف ان الفلوس دي اكترها فلوسي. صحيح هو صاحبها، انما نفسه سمحت فيها واديتها له امانه يحطها في البنك. وهو عمل بالوصية، والنهاردة الصبح سحب اخر قرشين له. ورداني انت متأكد؟ عيب، ده انا شغال طيب ورا اسماعيل يا ست لولا، وحالف ما ون عليه ولا خليه يشوف له يوم الا وراه كده طوالي. ويانا انت ابو السباع، هو انا يعني اللي هسيبه؟ خصوصا بعد ما فرتك تحويشة العمر وراح يضيعها على الست ويعمل ابن زوات. وبرضه حضرتك ساكتة. اسكت ازاي يا ورداني؟ زي ما انا شايف اهو. صبرك بالله. وجات يعني اكتر من رايحات، ومادام القرشين خلصوا بكره يخرج من الشقة ويقع. تمام يا ورداني. اسماعيل كان بيضرب الضربة يمرغ عليها 2-3 لحد ما المخانة تضيع والناس تنسى، انما النهاردة الخميرة طارت والباب اتفندق عليه والمصروف كتر وحوادثه هتكتر وغلطه هيكتر وهيطب. وخليها تبقى تنفعك عواطف يا ابو السباع. وادي احنا متفاهمين كويس قوي وسادين عليه طريقه، وخليه ماشي زي الاعمى، اما نشوف بكره هيعمل ايه. انا اخاف؟ ما هو يا ابني يا عم الكلام ده ما يصحش ابدا، ده عيب. فلوس ايه اللي اخاف عليها دي؟ اصل المبلغ اللي بتديه لعمك ده يا ابني مبلغ كبير. وايه يعني يا ستي؟ ما هو يا ابني اذا ما خفتش على فلوسك دي انا نفسي اخاف. صحيح يا اسماعيل، يشيل المبلغ ده كله فين ويوديه فين؟ دي حاجة بتاعت بنك، واحسن لك خدهم ووديهم هناك. اللي انا مندهش له ان انا وبابا وماما قاعدين نهاتي وحضرتك ساكته كأن الحكايه ما تهمكيش خالص. هقول ايه بس يا اسماعيل؟ قولي لبابا اسماعيل ما ادكش المبلغ اللي بتقول عليه كبير ده،
عشان تشيله امانه عندك. امال اعمل بيه ايه يا ابني؟ برضه ساكته يا طوفه؟ اسماعيل وبعدين معاك. معايا انا ولا مع اللي مش عارفه تتصرف في قرشين بساط؟ اتصرف فيهم ازاي بس؟ ولا حاجه. تقولي لبابا انك عروسه ولازم تشوفي روحك زي ما انت عايزه، وما دام الاتفاق ان عريسك هو اللي يجهز يبقى خلاص القرشين اللي مع بابا دول يتفضل يشتري بيهم الجهاز. الجهاز ب1000 جنيه يا ابني؟ وان كان ينقص شيء بعد كده عشان عيون عواطف انا سداد. بس ليها بعد كده طلب صغير خالص. ايه هو يا ترى؟ لا خلي طوفه هي اللي تسالني عليه. مش سائله. ما دام الست العروسه مش عايزه تسال اتكلم انا وامري لله. الجهاز وخلصنا منه اهو، وهننزل نشتريه. والشقه بتقول اجرتها خلاص. تبقى اللي ناقصه ليله الفرح. ما نحددهاش بالمره هي رخره ليه ونخلص. والله يا ابني ده كلام صح، وخير البر عاجله. وانا موافقه، والعروسه ملهاش غير بيتها. وانت يا عواطف مالكيش راي انت كمان؟ الله يا بابا ايه ده؟ سيبوا عواطف دلوقتي. ما دام مش عايزه تتكلم نتمم احنا الاتفاق. ايه رايكم لو نخليها ليله الخميس اللي جاي؟ ملوش حق ابدا. ومين يا عم؟ شربت قهوتك يا نص؟ القهوة ما اتشربت من بدري قوي يا معلمي. معذور، القعدة وحشة وما انتش واخد والعريس ايه ما نسينا خلاص. ملوش حق. مين هو بس؟ هو في غيره قاعد يا نص؟ اسماعيل اللي ركنك هنا، ولا انت عارف تعمل ايه ولا تسوي ايه؟ عريس ومعذور. وانت كمان مش معذور. العين بصيرة يا عمي، والايد طويلة قوي، بس فينك يا اسماعيل؟ زي القطط بيجي على الريح. ابو السباع حمي الحضن عاد يا ناقص. ولو اني زعلان منك قوي، تتجوز ولا تخليناش نعمل الواجب في فرحك ليه؟ خيرك سابق يا عمي. اقل ما فيها كنا شرفنا بيك قدام الست الجديدة يا ابو السباع وطولنا رقبتك، وكانت عرفت ان وراك عناتيل من القرنات الجامدين قوي، وجدعان عتر وتسد وايديهم طايلة ومن وسع يا نص. شايلكم لعوزة والله يا معلم قشاط. طيب والنص ده؟ في عينيا الاتنين يا عمي. تسلم عينيك يا معلمي. خلي في عينيك يا اسماعيل، بس يعني هيفضل كده بلا قافية من شال على الرف على طول. عيب يا معلمي. اصل الصنف ده لو ركنته يصدي، والقعدة تضايق يا معلمي، وما شكاش البني ادم حاله ينبي عليه، والاجازة طولت قوي. وحشك الشغل مع اسماعيل يا نص؟ لا يمني وحياتك يا معلم. طب جايز روحك الليلة؟ واجب. قدامنا شغل انما عالي العال، وانا جاي اتفق عليها اهو. كده بقول لك التعبان خرج من الشاق، جاع يا ورداني، وانا الليله حرميه، وجيت اقول لك انا قايم اطلب المباحث دلوقتي. مباحث حتة واحدة يا ورداني؟ ده وقتها وحياتك يا ست لولا، خليه يروح في 60 داهية، وخلينا نرتاح منه ومن جرايره احنا كمان. تبقى مجنون لو بلغت المباحث عن اسماعيل دلوقتي. ايه؟ زي ما قلت لك كده. لا ده ما اسموش كلام ده ابدا، وتبقى ما انتيش معايا خالص في اللي انا جاي فيه. اتقل يا ورداني واسمع كلام انا بس. اسمع كلامك؟ اسيبه يضبع يعني من غير ما يلاقي له كاسر؟ ده عين العقل. الظاهر انه غلطت عشان انا جيت اشور عليك يا ست لولا. اصلك عدم المؤاخذة مرات اسماعيل برضه. غلطان يا ورداني. ما هو باين اهو يا ست لولا. ان كان عليا انا بدي اوصل اسماعيل لحبل المشنقه واحط الحبل في رقبته بايدي دي. طب سيبيني بقى اتصرف معاه وابلغ المباحث. برضه تبقى مجنون. بقى ابقى عارف هو رايح فين الليله، والطبه هتكون على مين، والهجام اللي معاه هيشتغل ازاي، واسماعيل هيدخل امتى، وبعد كده سيبه
ده انا ابقى مجنون رسمي صحيح. اسمع كلامي وعقل دلوقتي يا ورداني وخليك تقيل. وانا هعقل اللي لما اشوفه واقف في القفص والحديد في ايديه. ولما هتبلغ المباحث عنه دلوقتي ويقوموا يظبطوه اللي انت عايزه هيحصل يعني. امال. وانا بقول لك لا، ولا بالفم المليان، وانا عارفه كويس وفاهمه قوي انا بقول ايه. ازاي يا ست لول؟ ازاي؟ اقول لك خليك بلغت انت عن اسماعيل وقامت المباحث واتقبض عليه. مش يصح تكون حملته خفيفة، يعني حادثة بتاعت حكم 2 3 ولا سنة حتى. اهو يبقى طب وتعرف عند المباحث انه حرامي ويبقى مشبوه وتروح العنطازة والعربية والمكتب. مش ده اللي احنا عاوزينه لاسماعيل يا ورداني. امال عايزين له ايه يا ست لولا؟ ياخد الدنيا في وشه ويسوق الناس قدامه ويفضل منساب كده على طول ومحدش مالي عينه وكل يوم سرقة جديدة؟ افهمني بس. ايوه. انت مش حاطط عينك على اسماعيل ومراقبه؟ خليك على كده، وهي حوادث بتتحوش و10 حوادث اهم من واحدة. لكن اسمع بس، احنا مش عايزين نوقع اسماعيل وقعة هايفة يا ورداني. احنا عايزينه يطب في نصيبة تكسر وسطه كسر وما يقومش منها ابدا، مش حادثة سرقة صغيرة. يعني نسيبه المرة دي؟ والمرة الجاية واللي بعدها، ولما يلقى روحه ماشي والحظ اداله زي عوايده هيطمن ويقايس. واسماعيل طماع والسوق قدامه واسع والسرقة كتير، يعني يوسع الشغل، يغيره يا عبيط ويبص لحاجات اكبر. اسماعيل زي ما قلت لك دلوقتي محتاج ومصاريفه كترت قوي، واظن اللي خارج في شهر عسل ويشتغل ده راجل معذور وناسي. ناسي ايه؟ ناسي اللي سرحته بالليل دي هتوغوش العروسة، وانت عارف الستات اللي رجالتها بتتأخر بره بتعمل ايه، خصوصا اللي ما تعرفش جوزها بيروح فين. اما فكرة صحيح. وفي الساعة دي مش هتبقى المباحث بس اللي قصاد اسماعيل، لا، قدامه انا وانت والست العروسة كمان. والعروسة هي رخرة؟ دي العروسة لوحدها يا ورداني هي اللي هتضيع اسماعيل، هي اللي هتربكه، هي اللي هتخلص عليه. طمنتيني والله يا ست لولا، الله يطمن قلبك يا شيخة. يا سلام، ده صحيح اللي يشورك ويسمع كلامك يكسب على طول. بس على الله تفتكر الكلام ده عيب، ده انا خدام بس اموري. عايزك بعد كده تاخد بالك من اسماعيل كويس وتعرف لي اخباره يوم بيوم، وحادثة بحادثة وحياتك. وسيب اسماعيل بيه على كيفه وخليه ياخد له يومين. مين اللي فتح الباب ده؟ ده انا يا توفى، ما تخافيش. اسماعيل؟ ايوه انا اسماعيل. الله، لكن ايه ده؟ ايه بس ايه يا عاطف؟ اما حاجة على لا 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 ما طلعش نور. امال الله، ما ولعش النور ليه يا اسماعيل؟ اصله ضايق عينيا. اشمعنى الليلة دي اللي النور بيضايق عينيه؟ اطفيه يا عاطف وحياة والدك اطفيه، اصل اعصابي تعبانه شويه. الله، ايه اللي جرى يا اسماعيل؟ فهمني. عايزه تفهمي ايه بس؟ الله، ايه ده؟ انت لابس هدومك يعني؟ كنت بره ولا ايه؟ ايوه اصل ايه يا اسماعيل؟ اتكلم، عايز تقول ايه؟ انتهزت فرصة نومة ولبست هدومك وسبت البيت وخرجت ليه؟ يا توفى يا حبيبتي. يا توفى توفة مين يا اسماعيل؟ توفة اللي سبتها وحدها في الشقة وخرجت وقلبك توعك وخرجت وسبتني نايمة. اخص عليك يا اسماعيل. غصب عني يا عواطف. غصب عنك بتقول؟ غريبة، ايه اللي يغصبك تخرج من غير ما حد يشعر يا اسماعيل؟ وتخرج ازاي وليه؟ بس اهدي وحياتي عندك، اهدي ما تضايقيش ابدا. انا هفهمك كل حاجه، انها مش دلوقتي، الصبح. اسماعيل بص لي كويس وخليك صريح، انت ليه خرجت؟ ظروف يا عواطف، ظروف. الله، مهما كانت الظروف دي تخرج لها بالليل ازاي؟ والله مضطر يا عواطف. والاضطرار ده جه امتى امال يا اسماعيل؟ والظروف دي جت ازاي وانت راجع البيت عادي جدا؟ هفهمك بعدين. اللي مش مستعد افهمه مش ممكن افهمه، ازاي ظروف تجد عليك بعد ما تنام؟ ولو كانت موجودة قبل كده فعلا تبقى ما قلتليش عليها ليه؟ ليه ما كلمتنيش عنها ساعة ما رجعت البيت بالليل؟ ما حبيتش ازعجك. وخروجك من غير ما اعرف ورجوعك دلوقتي وانت بتتسحب كده زي الحرامي. حرامي؟ بتقولي حرامي؟ حرامي يعني ايه يا عواطف؟ غريب. لا انت الظاهر اعصابك تعبانه بصحيح. اصلك
انت اصلك ما تعرفيش الكلمه دي بتضايقني قد ايه لما بسمعها. حرامي ده وصف مخيف لجوزك الطيب الهادي اسماعيل. وايه اللي يضايقك في التشبيه ده مع انه صحيح؟ ايه؟ على الاقل بالنسبه لدخلتك دلوقتي وبالشكل اللي شفته بعينيا ده. كفايه بقى يا عواطف. لا مش كفايه ابدا، لازم اعرف حضرتك كنت فين لحد دلوقتي. دي الساعه دلوقتي 4 بعد نص الليل يا اسماعيل. كان عندنا في المكتب عطا كبير نسيت ادرسه كويس، وافتكرت بعد ما نمت اني لازم اخلص منه عشان الحق اقدمه في الميعاد. اسماعيل، تفتكر ان عواطف ساذجه لدرجه انها تصدق الكلام ده بسهوله؟ وشرفي عيلتك عارفه اليمين ده وحفظته صدم خلاص. مش مصدقاني يعني؟ كان نفسي اصدقك فعلا يا اسماعيل علشان ما يكونش فيه بيني وبينك بعد كده اي شك. انما عطا، اسمح لي اقول يعني ان اي عطا مهما كانت اهميته كان ممكن تخليه للصبح علشان تدرسه في النور، مش بالليل ولحد الساعه 4 كمان. ارجوكي انا راجع تعبان فعلا، وشكلك باين اهو. عواطف اعملي معروف، كفايه انا ما عنديش اعصاب. وانا اللي يعني عندي اعصاب على اللي حصل ده. متاسف يا عواطف، متاسف جدا. كفايه كلام في الموضوع بقى. بشرط تكون دي اخر مره. حاضر. طيب، وعشان اظهر لك حسن نيتي مش هسالك كنت فين ولا بتعمل ايه. هتعمل ايه تاني يا نص؟ بلاوي اللي عماله تتحدف علينا حد يا جدع. بقول لك اتلم شويه وشوف لك توزيعه من هنا دلوقتي يا الله. حكم المعلم اشار. ما احناش في الحكم دلوقتي يا سورداني، احنا في اللي حصل هنا. ولا ما انت شايف القهوه مصفصفه وما فيهاش صريخ ابن يومين. يا اخينا يا بني ادم فتح وميز. ما انت شايف بتوع المباحث مالين الحته. مال انا ومال المباحث؟ انا راجل زي الالماس. واحنا اللي زي الازير؟ لا يعني بس لك ما كلت غير السم الهاري يا ورداني. بخوت ولها ناس. عايز تقول ايه بس؟ اتكلم. ولا حاجه يا عم النص. عايز اقول حلال عليك انت وعم اسماعيل اكلة امبارح بالليل، اكله انما بشابع صحيح. وبعدين معاك بقى يا ورداني؟ ولا قبلين، ما هي باينه. ايه هي اللي باينه دي؟ سرقه امبارح قلب الدنيا، وادي المباحث في الحته كلها من بدري قاعدين يقلبوا ويعايروا، والتحريات شغاله عال وبيدوروا على الحرامي اللي زاد. بس اللي المباحث بتدور عليه تعرفه انت يا ورداني؟ نص، عايز تقول ايه؟ انا اللي بسألك يا معلم قايم. الحرامي اللي المباحث بتدور عليه ده تعرفه انت؟ هم بيدوروا صحيح، انما على مين؟ المين ده تعرفه انت؟ اطمن قوي يا نص وريح قلبك، مش انا اللي اتكلم. اصل الكلام حكايته سهله قوي، انما العكمه يعني ما انا عارف ان ملهاش اثار. الله، انت هتعلمني؟ ده معلمي وعمي وانا حافظه قوي، والحاجه اللي يوصل لها يخفي بيها الارض. مش عايز تسكت يعني يا ورداني؟ ده كان يتقطع لساني لو كنت اتكلم على عمي وتاج راس اسماعيل، ولا حتى اغلط واجيب سيرته لحد. بتقول ايه؟ انا فتحت بقي، انا اتكلمت، انا قلت انا عارف حاجه عن حادثه امبارح. انا جبت سيرتك ولا سيره عم اسماعيل؟ عيب يا راجل، عيب. ده برضه عمي قبليه. هتسكت ولا غط السلاح ده في قلبك؟ السلاح يطول يا نص، ابعد ايدك واقصر الشارع. انا عايزك تمحسك واخلص عليه. يا راجل عيب، ما تعليش حسك. ما هو انت عايز تجنني انت كمان. الله، ليه بس الافتراء ده يا عم النص؟ ما انا قاعد في حاله هوكه في خير شري، ومين عارف من بدري انت مش على بعضك ليه؟ من وحيدك الهايفه يا سورداني. ده انا راجل راسي وتقيل قوي واخر فهلاوه بقى. وكلامك ده كله كلامي ليا انا، مش عليك ولا على غيرك. وانت تستجري جيب سيرتنا يا ابو زمن، ما يصحش اللي بتعمله ده. ما تسمعش حسنا للخلق. الحته مشغيه والغربه فيها النهارده اكتر من الاهالي، وبتوع المباحث منطرين في كل ركن ويمكن يجوا على الحس. طب فوت قدامي، فوت اوام احسن لك. اروح معاك فين بس؟ اتكلم. ما هو لازم اخفي جريتك من هنا خالص عشان اللي زيك خاين وحرام يتساب. لا ده انت زودتها قوي يا نص. وعقلك قال لك ايه؟ ايدي قصيره ولا ما اقدرش عليك؟ دي لما تحكم هعلي حسي والم بتوع المباحث عليا وعليك ونروح في داهيه انا وانت والحرام اسماعيل.
تنده بتوع المباحث تقول لهم ايه يا ورداني؟ اسأل روحك يا عم النص. يا جبايرك يا اخي، اسأل روحي ولا اسأل اللي قاعد يهاتي من الصبح وقاعد يزعق من نافوخه؟ سكت يا عم. بعد ايه؟ يا سيدي لا قبل ولا بعد، انا سكت وخلاص. ما هو اصله ما كانش كلام اللي انت قاعد تقوله ده ورداني، ده كلام جامد قوي وعايز قاعده وحكم رجاله. تاني؟ يا عم الله يعمر بيتك، ده انا لسه في تكاتيك القعده اللي فاتت وكفايه لحد كده. اصلها عيبه كبيره قوي عند اهل الكاره ورداني، ومصغره ما تصحش في حق رجاله عناتين. غلط يا سيدي، حقك عليا وادي راسك ايه. ومهما يحصل احنا اخوات وملناش برضه غير بعض. وانا قلت غير الكلام ده احنا مهما رحنا ولا جينا شغاله برضه زي بعضينا، هجامين مع ده ومع غيره، يعني بايعين روحنا مع ولالات الخير اللي بينسوا اوام. ده انا اللي بقيلك، وانا كمان شريك، وانا تحت امرك واذنك من دلوقتي، ورقبتي سداده. تعيش يا ورداني. واذا غلطت برضه انت تستحمل عني. معذور معذور ومتضايق يا نص. وبيني وبينك لما شفت بتوع المباحث جايين هنا في الحته وبيلفوا حوالين القهوه اتخذت. جمد قلبك، مادام بينا مفيش حديد يا نص. تعالى بينا شويه من هنا، احسن واحد من المخبرين جاي ناحيتنا اهو. ونمشي ليه يا نص؟ دي قهوه واحنا احرار نقعد وناخد راحتنا ونطلب طلبات. اسمع الكلام وبلاش عين يا جدع، تقل قلبك. انت لازم بايع روحك ولا مين عارف بدك تشبك مع بتوع المباحث وبس. ما هو لو نمشي المخبر هيفتكر ان في حاجه وتبقى شبهه. ما تبقاش دماغك ناشف. امال تعالى اسمع كلامي وما تدخلناش في سين وجيم. الأسئلة الكتير دي ملهاش لزوم. انا عايز اعرف بقى ايه اللي جابك عندي دلوقتي؟ جاي بيت يا لولا. البيت ده كان بيتك زمان، ودلوقتي بيتك هناك عند العروسه الجديده يا سي اسماعيل. من فات قديم وتاه. ده انت مش تهت، ده انت ضعت يا حلو والعوض على الله فيك. مش هنخلص احنا. انا عايز اعرف بقى انت جاي هنا ليه؟ طب وشرفي وشرف عيلتي؟ قول الكلام ده اللي ما تعرفكش وما تعرفش لحد دلوقتي. انت مين وحقيقتك ايه؟ اعقل يا لولا. اعقل ليه يا سي اسماعيل؟ عشان ما تقابليش جوزك بالموشح ده وبقاله غايب عنك مده، وهو برضه مراعي العشرة وجاي يشوفك عايزة ايه؟ مراعي العشرة ولا جاي بيتوه المخانة ويهرب له كام يوم؟ وبعدين بقى زي ما دخلت هنا ارجع تاني يا اسماعيل. حتى إذا كنت جايب لك فلوس؟ طبعا مبلغ كبير، ومش معقول تدخل عند الست العروسة لا يبقى فيه سين وجيم. افرضي كده، حرام يعني اللي جيت وعشان أراضيكي كمان. مش عايز أشوف وشك تاني هنا يا اسماعيل، وقبل ما تخرج بقى خد النصايب اللي انت جايبها معاك دي، الحيطان لها ودان. انت برضه ستر وغطا. لا الكلام ده كان زمان قبل ما تعمل الجواز تجارتك يا ابو السباع. ما بلاش الحكايه دي دلوقتي يا لولا وخلينا في اللي احنا فيه. انا جايب الامانه دي عند اللي يصونها. قلت لك خليني بعيد اعمل معروف. اشمعنى دلوقتي بقينا بنخاف يا لولا؟ عشان بيتي هنا مش امان زي بيتك الجديد. لكن ده انت الاصل. الاصول راحت خلاص يا اسماعيل، وبيتك اللي هناك اولى ببلاويك يا اخويا. ولا خايف الست الجديده تعرف صنعتك ايه؟ اخرسي اخرس انت. قد ايه صعبان عليا يا مسكين، بتخاف دلوقت؟ لك حق، اصل العروسه فاكراك بيه وبيه كبير قوي، وطبعا قرت الجرايد اللي اتكلمت عن الحادثه اياها. سرقه كانت جامده قوي، ولما تلاقي حضرتك داخل عليها بشنطه مليانه فلوس. لا يمين بالله العظيم ثلاثه. ايدك يا جبان يا ندل. الاول كنت بسكت، انما دلوقتي عظيم على عظيمك بقى خليلك وجود. لا والله عرفت تتكلمي اهو. البركه فيك يا ابو السباع، علمت ولقيت. واذا كانت السكينه لسه سرقاك يا حلو فوق لروحك احسن لك. واذا ما فوتش؟ لا ده انت تطوع غصب عنك وتاخد بعضك كده بقى وتنجر من هنا. انا اسماعيل يا لولا، واسماعيل ما ينساش. ده انت مسكين يا اسماعيل،
اذا كنت بسيبك دلوقتي فعشان مخمنالك على يوم. انتي ده انت لك معايا وقعات، انما وقعات تشيب وتوديك اللومان. بتهدديني؟ ده انا بتكلم جد. وانا ما بخافش من التهديد يا لولا، وادي الشنطه اهي، ولما تبقي تفوقي وتعالي وتعرفي انت عملت ايه وقلت ايه هبقى ارجع لك نتفاهم مع بعض. يعني مشيت يا اسماعيل؟ ما قلت لك هرجع لك بعدين. تعالى هنا بقول لك. وبعدين معاك يا لولا، بتخلي الليله دي تفوت على خير. امال اسمع كلام انت، خد معاك الشنطه اللي انت سايبها لي دي يا اسماعيل. ده انا سايب لك الخير يا لولا، وما لقيتش حد غيرك يستاهله ابدا. تقوم انت تعملي كده برضه في اسماعيل. وفر الكلام ده الناس تانيين. وشرفي وشرف عيلتي. قلت لك مش عايز اسمع كلام اكتر من كده، واذا ما خرجتش دلوقتي حالا ومعاك الشنطه دي هخليك تخرج في الحديد. لا ده انت زودتيها قوي، انت هتخلي الواحد بقى يغلط وما يندمش. طب وشرفي؟ وشرف انا لو عليت حسك لافتح الشباك وعلي حس انا كمان. لولا انت اتجننتي ولا ايه؟ لا ده انا عقل قوي قوي يا اسماعيل، وكفايه سكت عليك لحد دلوقتي، واذا ما عملتش بقى اللي بقول لك عليه حالا هيبقى الحق عليك. عايزه تفضحيني يعني؟ ده انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر اللي بقول لك اخرج بالراحه ومن غير ما يلم عليك الناس يا حرامي. بقول لك اخرسي. ابعد عن سكتي واخرج حالا، وحسك عينك تيجي هنا تعالى بره، يبقى يا ويلك. طيب انا خارج يا لولا، مش خوف، لا قصران شر وبس، انما انا هعرف اخليك تندم ازاي. طب اخرج، ده انت مسكين ولسه يا ما تشوف من لولا يا عريس. اصل المصايب التقيلة قوي قوي ما تجيش غير من الحبايب العزاز قوي قوي قوي، وادي اللي قبضناه من سي اسماعيل. في الدفع والصرف اسماعيل ايده سايبه خالص، انما اللي بدي اعرفه اسماعيل ماله ومال الحكايه بتاعتك دي. الله، يعني ما انتش عارف ان هو السبب في الربكه اللي حصلت هنا كلها دي؟ ليه بقى يا عمي؟ انت هتشهد معايا ولا معاه؟ لك حق يا حظ، معلمك الجديد والمعلمة لها حق. انا بسأل وبس. كويسة دي، بتسأل وبس، ما انت يا ابني داري على البير وغطاه وعارف الحكاية من طقطق لسلام عليكم. اللي اعرفه ان مفيش حد من بتوع المباحث ولا المخبرين اللي جم في الحتة هنا يعرف اسماعيل ولا تخيل بيه ابدا، وانت عارف كده. ايه نعم، ده كلام مظبوط. يبقى اسماعيل ماله بقى؟ ما هو يا نص يا ابني، لو ما كانش لطش لطشته الجامده اياها ديك الليله ما كانتش المباحث طبقت على الحته كلها وتراقبنا كلنا كذا يوم وليله على بعض. يا عم المباحث كانت مراقبه الحته واللي فيها مش اسماعيل، لانك عارف ان عندنا هنا ناس مشبوهين وارباب سوابق، انما ابو السباع الحقيقه ولد عيني برد عليه. امال قاعد تغني وترد على روحك ليه؟ من ضيت يا نص. طب قول يا باسط يا معلم وشاط. يا باسط تعوض علينا اليومين النكد اللي فاتوا دول. غيمة في الجو يا معلمي، وهي اتوكلت بلا راجعة، وربنا روق الحال والاشياء هتبقى معدن قوي. بعد ايه يا النص؟ بعد ما اتقشطت انا والقهوه صفصفت عليا انا والصبيان واحنا قاعدين خلقنا في خلق بعض وما في الزبون واحد يخزي العين. اهي مرزوقة برضو. ايه نعم، مرزوقة ومستورة. ايه انما اسماعيل بتاعكم ده يعني ما عندوش نظر برضو؟ ليه تاني؟ كان بعت لمعلمه بالحب جانب ولا تتريش انتوا قشط يخرج من المولد بلا حمص؟ ازاي بقى يا عمي؟ ده انت الخير والبركة، واسماعيل مفتح والحاجات الصغيرة دي ما تفوتش عليه ابدا. كان فات ولا قالش حال المعرفة؟ يعني انا اللي بشوفه ده انا زي ما اكون شغال معاه بالطلب وبس. خش في زوارق يا واد واشرب منه الصنعة وتلحلح كده، يمكن يجي عليك يوم تبقى زي اسماعيل. اسماعيل شكاك يا عمي وما يديش سر صنعته لحد ابدا. برضه تلزقله وتشرب خيمه بس ما تبقاش زيه هراب. اسماعيل في الواجب سداد وعمره ما ايه ما راح اهو قال عدولي. وحضرتك يعني هتعد على روحك الخطاوي؟
ما تقوم نروح له في مكتبه احنا الاتنين. بس يعني الهيئة مش بتاعت مكاتب، ويمكن اسماعيل ياخد على خاطره اللي رحنا له هناك. يا معلمي ده اسماعيل ابو المفهوميات. اهلا وسهلا، جيتوا في وقتكم والله. قال يعني كنا في الفكر. عيب يا معلم، ده اسماعيل نواره وما ينساش ابدا. البعيد عن العين بعيد عن القلب يا ابو السباع. ده انت في القلب وفي نن العين والله، ونصيبك اهو. ها شايلوا لك من ليلتها في ظرف وعليه الاسم كمان. الله 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 الله، هو احنا جايين عشان كده يا اسماعيل؟ اسماعيل كله نظر يا معلمي. وشايف عمه وشاط بالزايد كمان. مد ايدك اللي تتلف في حرير يا عمي. وابسط عم. احنا لينا مين غير المعلم وشاط يا نص؟ ده مجيته مكتب اسماعيل النهارده مجيه مبروكه وتساوي الوف. بس القبض. مش بالكلام يا نص، ده بالفعل وهو قدامك اهو. ايه ده يا اسماعيل؟ خبطه لوكس اللوكس اهي، وضربه واحده من ايد اسماعيل، وهدي السقطه الجديده اللي ناويين نطب عليها الليله يا نص. محل متريش ومليان. ما هو باين اهو. 5 ايام بلياليهم قاعد اراقب. وميعادنا الليله يا نص. جاهز يا عمي؟ اصبر على يا مال. الله، اسماعيل اسماعيل، مالك؟ حلمك على معلمك يا نص، ما تعليش صوتك، هنروح في داهية احنا الاتنين. نص بص خبر زي بعضه. ايه ده؟ ايديا يا نص. غدا تلتقون مع الحلقة التالية من طريق الشر، تأليف إبراهيم حسين العقاد، وإخراج ديمتري لوقا.